اسم الحركي ديلو. اسمي أحمد حسن حسن. مواليد ال95. 5 شباب و6 بنات. درست للصف الخامس، بعدها ما عاد يسمح الوضع يعني اني ادرس وما ادرس. بعدها يعني صرت اشتغل عامل مع اخوي محل تصليح وما تصليح يعني ظليت من 2005 لل 2007 مع اخوي بالمحل. بعدها عاد طلعوا اهلي على الشام. انا كنت زاد يعني صغير شوي. طلعوا اهلي على الشام، طلعت معاهم. ظلوا اهلي بالشام طبعا من 2007 لحد ما بلشت المشاكل بالشام وهاي. ظلينا بس انا واخواتي البنات. اخواتي الشباب زادين كان بي منهم قسم هناك وقسم كان هون بالشدادي. بعد ما صارت المشاكل وهاي فطلعت اخواتي البنات، ظليت انا لحالي هناك. صارت المشاكل يعني كثير قويه، بالزور يلا طلعت. اجيت لهين رجعت ظليت اشتغل يعني بالشدادي عامل مدني، يعني احيانا قاعد، احيانا اشتغل، احيانا كنت اطلع على المحل الميتورات، يعني رجعت من جديد. سبب تعريفي على الرفاق، اجوا على الشدادي طبعا كانوا يحكون لنا غير صورة انه الكراد الكراد الكراد. فوصلت الكراد وصرنا يعني نخالطهم ونوقف معاهم على الحواجز، نسلم عليهم ويسلمون علينا. بعدها بشهرين انا انضميت على الاسايش. وبعد ما انضميت للاسايش طبعا طلعوني على الحواجز، يعني شغلت شي 15 يوم شي شهر. بعدها بعثوني على الدورة. من ضمن الدورة تعلمت انه انا ما كنت اعرف انه هذا كيف يستخدم هذا. فتعلمت من الدورة السياسة وكيف حمل السلاح، كيف فكه، كيف تركيبه، كيف. من بعدها ظليت انا شغلت 2 سنين بالاسايش. بعدها انتقلت على اليبكة. ظليت عاد باليبكة فورا. عاد انا من انتقلت من الاسايش على اليبكة بنفس النهار ثاني يوم وين يقولوا في حملة على الرقة. قلت ما في مشكلة. كان اخوي بده يروح، قلت لا اخوي ما يروح، انا اروح بدال اخوي. فقلت لاخوي انت ما تروح انا اروح. وتجادلنا على الموضوع. انا طلعت رحت على الرقة. ظليت بالرقة شي شهر و3 ايام. طبعا نحن كنا جروبات، كل جروب شي 7 عساكر. 7 عساكر. كل جروب مستلم نقطة. نحن كنا على الصادرية. أنا كنت ثاني نقطة بالصادرية. طبعا من الاشتباكات وشافوا الرفاق انه ضغط وقلة ذخيرة وقلة يعني لوجستي، فتراجعوا شوي. قمت انا بدلت. قالوا نحن نجي على نقطتك وانت تجي على نقطتنا. فاني اخذت واحد معي من القامشلي. اخذته معي. من يروح معي اخذت معي سلاحي وذخيرتي كامل. رحت استلمت النقطة. ظليت مثبت بالنقطة لحتى حكيت مع القيادة، تواصلت مع القيادة، بعثوا لي جروب. ثبتت بالرقة الصادرية. ثبتت بها لحتى جاني جروب. وبعدها القيادة طلبتني، قالت ترجع على نقطتك، نقطة شهيد عمار. قلت لهم تمام.
رجعت على نقطتي. بعدها ظليت شهر هناك، قلت لك شهر وشي 3 أيام. جيت نزلت على البيت 3 أيام، ونقول هو قائد الجبهة كان عندنا اسمه حمود القيرط، ينادون أبو كسار، هو كان مستلم الخط الجبهة. جيت نزلت على البيت ما ب3 أيام ونقول بدنا نطلع الدير. قلت ما في مشكلة. فاجينا جمعنا هون بهالمنطقة هاي بالمساكن، يعني ظلنا شي 3 أيام. بعدها طلعنا على دير الزور على الخط على الاستراد. استلمنا بالاستراد، ثبتنا، قالوا ما راح يمشي الحال من هون، ما راح نقدر نعمل شيء، بدنا نرجع. طبعا قبل ما نرجع صار اشتباك بيننا وبين داعش. تصوب قائد الجبهة هو هذا حمود القيرط أبو كسار. فكانت صعوبات، وكانت ما أقول لك قلة ذخيرة يعني، وقلة لوجستي، لأنه الطريق ما كان يكون آمن يعني. لو يعني الرفاق كانوا مأمنيننا كل شيء، بس الطريق الفوت علينا كانت صعبة. بدك تفوت مشي، تفوت لوجستي للرفاق مشي. هاي بالرقة. يجينا من الرقة لهون، قلت لك ظليت 3 أيام. بعد 3 أيام طلبونا على الدير، قلنا تمام، نحن اللي جروب حمود القيرط نحن كنا جاهزين، نحن وين ما بدكم نحن نمشي. قال تمام، انتم مثل اولادي، وانا انا امشي قبلكم يعني. جينا فتنا على بدنا نفوت على المرقده. فتنا على المرقده. قبل فوت المرقده كنا عم نثبت نقاط، انه كل واحد يعني 7 أشخاص يمسكون نقطه، كل 7 أشخاص يمسكون نقطه. فنحن وصلنا، كانوا الرفاق مثبتين النقاط، ثبتنا نقطة. أنا منهم كنت أمشي أول واحد يعني. ما حسينا يعني، وصلنا بالساعة 3 بالليل، وصلنا الساعة 3 بالليل، ما حسينا إنه نحن ما نعرف إنه هذا داعش قدامنا ولا ورانا ولا جنبنا، فما حسينا إلا الضرب. فكل منه مسك مكانه بالأرض، وصرنا نزحف لبين ما تخبينا ببيت وبلشنا الاشتباك. الاشتباك كان من الساعة 3 بالليل للعصر كان الاشتباك. طبعا أنا كنت مأذيهم. الرفاق اللي معي صح كانوا يشتبكون معاهم، بس أنا كان عندي القاذف، وكان عندي باروتي. كنت أنا اللي مأذي اللي مقابيلي داعش، كنت أنا اللي مأذيه. فإيش ركز علي إنه أنا عم أتحرك من المكان لهذا المكانات لحتى استهدفني، ضربني بإجري اليسرى بالقاذف، قولي تضررت. اجت مفخخة، فوقت اجت المفخخة ما فجرت، داورت وردت رجعت. اللي بقلب المفخخة طلع على اساس يزت حاله علينا، بس ما يعني لحق انه يزت حاله، رجع بالعكس بالمفخخة، يعني فجر حاله بالمفخخة جوا. من وصلت نقطة اللي ورا فقدت الوعي. الشباب عم يقعدوا بي، عم يتواصلوا مع قيادتي حمود القيرط، قال خيوه بس خلوه لبين ما يصحصح. انا بعرف انه احمد، انه
بعرف انه ايش قلبه، يعني قلبه قاسي، ما راح انه يستسلم ويرجع بهالسهول. صوب يعني خدوش، يعني صار فيه جروح وما جروح. رادوا مني انه ياخذوني على المشفى وهاي، بس انا ما رضيت انه اروح انه على المشفى وهاي واخلي رفقاتي او ادشر ربعي او لا. قلت انا اولهم يعني، وانا كنت دائما امشي اولهم، ما اخلي حالي اخر العالم، او كنت اولهم امشي. فرجعت قالوا بده يرجعون ياخذون النقطه اللي صار عليها اشتباك، بدهم ياخذونها الساعه 12 بالليل. قالت انا من ضمنهم. حكت معي القياده، هو حموده القيرد. قال له هفال انت ما تروح. قلت له هفال انا بدي اروح ارجع نقطتي اللي اخذوها. كيف ما ارجع؟ رجعت عليها، يعني صار بيناتنا جدال، رجعت عليها اخذت النقطه اللي دشرناها. فبعدها بلشوا الرفاق اللي يعني الخط اخر النقطه بلشوا يتقدمون من اخر نقطه بالجبهه، بلشوا يتقدمون لحتى وصلنا مرقده. بعد فتنا على الصور، من بعدها من عند الصور طلعنا على البريه، ظلينا بالبريه يعني شغله ابو اسبوع. فصار في عجاج كثير غبره، فما عاد نوجه انه وين يميننا وين يسارنا وين. فكنا بانين خيم. فالخيم هاي نحن خليناها تنزل على الارض ونمنا تحتها لانه ما عاد نشوف، يعني تعبينا كنا تراب. نسمع صوت هي مفخخات، هي نسمع انه في صوت، بس ما نعرف. كانت عم تفتل حوالينا لحتى ما فاخ يعني راحت الغبره وهاي. طبعا هنا كان في النقاط اللي القدامي كان فيها يعني اصابات يعني شديده شوي. فكملنا، ظلينا مكملين نحن بالطريق هذا. كنا بحقل العمر واتجهنا الى حقل التنك. وصلنا حقل التنك، طلعنا على البريه. طبعا بالبريه واحنا بالبريه اول يوم ثبتنا النقاط، يعني بتنا. ثاني يوم اشتبكنا مع داعش، ثاني يوم الصبح اشتبكنا مع داعش. بعد ما اشتبكنا مع داعش يعني ظلينا شغله ابو يعني نهارين واحنا مشتبكين مع داعش. بس طبعا مو كله مستمر، لا يعني كان قتالهم معانا شغله نص ساعه ويرجعوا. يعني انا واحد من الناس اللي كانوا يضربون علي 50 طلقه، اضرب عليهم طلقتين، انه كنت اوفر على حالي ذخيره، انه ممكن انه ما راح الرفاق يقدر يوصلوا لي ذخيره. طبعا نزلت علي تويتا فيها بكسي من ورا، فحطيت ببالي قلت بدي نزله خلاص. فظليت اضرب على السياره، طبعا طلقه لحتى افتلت. ظل صاحب البكسي من ورا، نزلته وقعته بالارض. فنزلت علي السيارات، صار زخ المطر بس مشان يشيلون، شالوه وراحوا. طبعا الاشتباك هذا صار نهارين. بعدها ضلينا شغلة ابو 15 يوم بالبريه. بدلنا يجينا لهون، صرنا نداوم بحقل القاس. كانت في لنا نقطه بحقل القاس، طبعا هاي اللافندا يقولوا لها. صرت اداوم بها. الشباب كانوا عم يطلعون على الحملات وما الحملات. رحت تطوعت بفوجة شهيد جقدار مرقدة. رحت عليه 4 أيام داومت هناك. بعدها قالوا بي حملة على الباقوس، من يروح؟ المهم اختارون اللي بدنا نروح. قالوا خيو ما راح نختار، راح الكل يروح. طلعت مع الرفاق. جيت على اهلي 4 أيام وبعدها رجعت على الفوج. طلعت على الباغوس. مشينا، صرنا نمشي صادريه. انا اللي كنت عم امشي صادريه، كانوا معي اني كانوا 6، من ضمنهم واحد ابن عمي والباقي تعرفين
اثنين من الحسكة، والباقي كمان من هون يعني كانوا معي. ففورا من وصلنا يعني الباقوس استراحينا، بدلونا نقطة اسمها شنقال. بنقطة شنقال أنا ظليت 9 أيام. بس ال9 أيام هذنا كل يوم كانوا عم يضربونا شي شغلة 6-7 صواريخ كتف. بعجوا النقطة بس مشان يخلونها تسقط. وكانت القيادة عم تتواصل معنا نقطة شنقال، انه اذا نقطة شنقال تسقط الجبهة راح كلها تسقط لحقل العمري. انا قلت ما راح اعطي نقطة شنقال لو اموت بيها. قلنا لهم الشباب طبعا تعبت ما عاد تتحمل يعني، فاذا بي جروب زيادة ابعثوا لي خلوه يجي على مشان الجروب اللي عندي خليه يريح، والجروب هذا اخليه يستلم المكان هذا، وهذا ريح بعض. فهنا بنفس النقطة هاي استشهدوا عندي 2 بالنقطة. أول واحد استشهد قذيفة اجتنا من النظام، ضربت الداير وراه، داير السطح، ضربته براسه، اسعفوه وصلوه الحسكة، ظل أبو شغلة نهارين بعدها توفى. والثاني استشهد عندي كان من الحسكة، كان اسمه حمد. فهنا استمرينا بقتالهم على ما انهم صغار، اضربه يضربني يعني. من ضمنهم كان يدحق علي، يجي يقف يدحق علي، هاي البنايه يجي يقفين يدحق علي، ادحق عليه، يريدني اضربه بس مشان يشوف شنو ردي. فانا ما كنت اضربه، كنت اني استنى الرد منه وهو يستنى الرد مني. احيانا كان هو يضربني نشتبك احنا وياهم. فهنا اخر مره بدلت، قلت لهم خيو انا هون تعب خالص، انا واللي جروب تعبنا. بدلت بنقطه شنقال، بدلت يعني ما باليوم بدلت مثلا اليوم رحت استراحيت الصبح، واني يقول نقطه شنقال اذا الجروب اللي ما كان بيها يرجع عليها نقطه شنقال راح تسقط والجبهه كلها راح ترجع للعمري. فاتت علي القياده اسمه عز الدين، واني يقول لي هافال جهز حالك وجهز رفاقك وبدك تفوت على نقطه شنقال، وانا معاك افوت على نقطه شنقال لان اخواتي 2 جوا. قلت له تمام هافال. طلعنا وقت طلعنا وانه ما بي غير بس البواريد اللي كانت معانا. قلت له انا هيك كيف بدي افوت اواجه داعش بباروده؟ طيب جيب لي بيكسي، جيب لي. ما قصروا الشباب، قالوا تمام هافال تكرم عينك. راحت تويتم والله ما بي يعني ابو ربع ساعه وانا جايبت لنا ذخيره واجت. ركبت انا والرفاق اللي معاي كنا 7، ركبنا بالهمر قلنا له خيو بس توصلنا نقطه شنقال. قال تمام. انا نقطه شنقال ما اقدر اوصلها لانه راح انضرب. قلت له يا اخي قبل نقطه شنقال في نقطه الحميد، اسمه حميد اللي مستلم النقطه. قلت له وصلني لعنده وبعدها خلاص. وصلني لعند نقطه حميد. بعد نقطه حميد جمعت رفاقي قلت لهم نحن كنا ما نفوت دفعه واحده، اول ما افوت اني وبعدها يجي واحد واحد لحتى نسيطر على النقطه. والله من جيت وصلنا نقطة حميد، جاهزين على اتفاقنا تمام هافال. شلت ثاني شنطة البكسي، حطيت البكسي بظهري وباروتي بيدي وطلعت اركض. بس طلعت اركض طبعا ما اركض انه ساوي، بدي اركض مراوغة واقعد، اركض مراوغة واقعد لحتى وصلت نقطة شنقال. وصلت نقطة شنقال بلشوا عاد ربعي واحد يجي. طبعا اول ما وصلت لقيت داعشي بوجهي. فانا ايش سويت؟ فورا رميته بالقاع. هو كان حاط باروتو بظهره ام 16
يعني ما لحق يرمي باروتو الا اني راميه بالقاع. حررت نقطة شنقال ورجعت على قيادتي، وقيادتي قالت الشباب فاتوا على السوسة، فالقبضات ما عاد تلقط. بدنا نفوت ناخذ نقطة يكون جوا شوي قريب على السوسة مشان القبضات تلقط. فمعي جروب اني جروبي نفسه، ففتت على البناية. طبعا صفت السيارات بعيدة عن النقطة مثل البناية هاي طابغين. فقلت لهم بدنا نمشطها لأن الباب مسكر ولا حد يفتح الباب لحتى أنا أقول لكم. فشطيت من فوق الحوش، تفحصت الباب، طلع الباب ما بيه شيء بس مسكرينه. فمشطت البناية من جوا، مشطتها من برا، فاتت عليها القيادة. قيادتي معي قيادتي كانت معي فوتوا سياراتهم جوا. فكانوا معي شبين من الحسكة، قلت لهم بدي أطلع أمشط من برا. أنا صح مشطتها من برا بس بدي أرجع مرة ثانية أمشطها من برا. رجعت مشطتها من برا، يعني مكان أنا كنت قاعد بعد ما مشطت قعدت برات النقطة أريح، وأحس إنه صار ضباب على عيوني. فنزلت بنزلتي ابن عمي طلع بوجهي، ابن عمي كان معي. ابن عمي يقول لي ايش بيك؟ طبعا يسولف لي. هنا انا ما قاعد ارد عليه، ما قاعد ارد عليه خالص. يقول لي انت ما رديت علي. طبعا بعد الاصابه يقول لي انت ما رديت علي خالص لحتى وصلنا اللقم. فطلعت برا. يعني شوفي، هي امر الله، وانا الحمد لله افتخر بهالشيء هذا، وهذا فخر الي صح اصابتي كذا، لانه نحن مفتخرين بحالنا، ونحن شايفينها انه رضيانين بحكم رب العالمين. فطلعنا انا وابن عمي يعني حسبته، بس انا يعني شلون اريد اقول لك، يعني كنت نايم مثل اللي كنت نايم، وانه قال لي لا تدوس، بس قال لي لا تدوس، اجري اليسار. كانت ثابته بالارض وهاي مرفوعه. كنت رجعت اجري فقع بي اللقم. طلعت القياده تراكض. انا هنا واعي على حالي، اريد يعني اقوم حالي مشان اضحك، اشوف انه اصابتي ما قاعد اقدر. يعني بس اني احترفت على الرفيق اللي وراي، ابن عمي كان يمشي وراي بشغله شي مترين. يعني شفته وقت انه قام راح نادى القياده ورجع. برجعته تضايق قبل ما يصلني وعلى اساس يشيلني. بعدها جابوني على حقل العمري، من حقل العمري فورا اجوا بينا على الحسكه. انا هون اطرافي وحده هاي اليسار من فوق الركبه ظلت هناك، هاي اجت كامله من هون مضروبه. فانا هاي كمان اصطناعيه، هاي كمان من تحت الركبه، هاي كمان راحت، انه كانت متضرره زياده. والرفاق انه على قدر امكانهم وعلى قدر انه اللي يقدرون عليه سووها تحت الركبه. قالوا بدوا على القامشلي. من القامشلي وصلوني على القامشلي. طبعا انا هنا كنت بغيبوبه، يعني مثل تقول واحد اجى وقال لي انه اخوك عم يسال عليك برا. ففتحت وان اخوي بوجهي. اخوي فورا جيت بالقيع، قلت له الحمد لله امر الله وصار، والكاتبه الله يصير، والحمد لله على كل شيء. تعالجت بالقامشلي.
كان كل علاجي بالقامشلي. على اطرافي قالوا لي هاي كانت متضرره يعني كلياتها، وهاي صح كانت فوق الركبه، بس كانت متضرره من هون. من هون كانت متضرره، نحن ما قطعناها من هون يعني منا ومن حالنا، بس قال كانت متضرره من هون. فقلت الحمد لله على كل شيء، من هون ولا فوق الركبه جوا الركبه، الحمد لله على كل شيء. فهاي قاطعينها تحت الركبه، وهاي يعني حد مو مضروبه كمان يعني متضرره، اقطعوها. وكملت علاجي، انا ظليت بالمشفى القامشلي شهر و3 ايام. جيت على دار الجرحى تبعيت الحسكه، بدار الجرحى تبعيت الحسكه اعطوني اجازات، صرت اجي على اهلي. بعدها رجعت على دكتوري فورا من ضحك علي شافني قال لي انت وين بيتك؟ قلت له انا بيتي بالشدادي. قال تمام انت ترجع على دار الجرحى. ومن دار الجرحى اعطاهم كتاب قال لهم هذا على بيت الغازيين. كنا يعني ما كنا ناخذ دروس وما كنا، اما هون بدار الجرحى صرنا ناخذ دروس عن الفكر، عن ايش عم يحكي القائد، عن ايش يعني صرنا. يعني انا اقول لك وحيد الناس ما كان عندي انه يعني هالفكر هذا انه كل هالشيء انه هالقائد انه كل هالشيء كان يسوي لصالحنا نحن. وانا اللي قدامك يعني اللي هسعتي انا صح امشي على طرف واحد، اذا هسعتي اذا يطلبوني هالدقيقه وانا مقابل الكاميرا، اذا بدهم يطلبوني على جبهه انا جاهز.